سجل بيليه 643 هدفا خلال مسيرته الرياضية مع فريق سانتوس البرازيلي، فاستحق لقب الهداف الأكثر تسجيلا مع فريق واحد في التاريخ. ظل فرحا بهذا اللقب حتى يوم الثلاثاء الماضي عندما انتزعه منه الأرجنتيني ليو ميسي بتسجيله هدفا في شباك ريال بلد الوليد، وكان هدفه رقم 644. كان مع فريق برشلونة طبعا ككل حياته، وكانت في الجولة ال15 بالدوري الإسباني. طبعا فرح ميسي بهذا الرقم الجديد، وأقول عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أتوقع أنني سأحطم أي رقم قياسي حتى أقل من الرقم الذي حققته اليوم والذي كان لبيليه. أشكر كل من ساعدني على مر السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي، وكل من يدعمني اليوم وأرسل الهجات والضمات. هناك شركة بيرة عالمية، هذه الشركة قررت أن تحتفل بإنجاز ميسي، فصنعت له 644 زجاجة، 44 زجاجة، ورقمتهم كل زجاجة برقم الهدف، عليها كل زجاجة رقم واحد. فما كان من ميسي إلا وأن أرسل لكل حارس مرمى سجل عليه هدفا في شباكه أرسل له زجاجة وعليها رقم الهدف. نأتي إلى مثلا الحارس الإيطالي بوفون، حارس عظيم، كان نصيبه برايتين، انبسط بهما، كركعهما، قال سأعتبرها مجاملة، لدينا معارك كبيرة على مر السنين، إنه حقا إنجاز لا يصدق. صحتك. يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد كان نصيبه أكثر، هو أظهر لنا من الزجاجات 3 فقط، لكن عدد البرايات المرقمة التي وصلته 11 براية. احذروا كم وصل هذا الحارس، حارس مرمى فالنسيا السابق دييغو ألفيس، ما وصله صندوقان يسكرونه ويسكرون حارته معه. سكرة قاتلية، لأن هديته صندوقين من البيرة سجل فيه ميسي لوحده 19 هدفا، ربما خجل أن يتصور بجانب الصناديق وينشرها مثل الفرحان. محبو ميسي وكارهوه علقوا على الخبر. مرتضى يقول الحمد لله ما سجل على وليد عبد الله. لا لا لا، هذه تغريدة مرتضى يقول فيها تغريدة مرتضى أن تظهر، لكنني مصر. يقول مرتضى كاسياس وكوروتوا ودييغو ألفيس لازم يفتحوا محل على اللي بيجيهم من البيرة، وهذه تغريدة بندر. يقول الحمد لله ما سجل على وليد عبد الله، ولا الحين مقرقعها ذيبان. وليد عبد الله هو حارس النصر السعودي. أبو عبد الله البردي يقول وجدتهم حلوة على وقت الكريسماس، افرح يا كاسياس، دائما لك نصيب الأسد. ثم يضحك هناك من رد عليه. يقول علي اللامي خلاك تغرد وتصرح لأنه كاسياس موجود، مع أنه المفروض تنتقد هذا الشيء يا أبو عبد الله، لأنه حرام ومحرم. كرهك للريال لا يعمي بصيرتك. خالد يقول لك خالد في تغريدته طبلوا بس أنصفوا. ميسي سجل أهدافا كثيرة وهو لاعب استثنائي، لكن لا يقارن بالملك بيليه وبعدد أهدافه، بسبب أن ميسي لعب أكثر من الملك بيليه، أكثر من بيليه ب100 مباراة كي يستطيع تخطي رقم الملك بيليه بهدف. على كل حال يا خالد، بيليه حدث البايو على حسابه على إنستغرام بعد أن انتزع ميسي اللقب منه، وبالبايو الجديد كتب أنا أكبر هداف في التاريخ وسجلت 1283 هدفا. يبدو أنه حسب الأهداف التي لعبها في مباريات الحوائر ومباريات المدارس والأزقة، وتلك التي سجلها على البلاي ستيشن، إضافة للأهداف الرسمية. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.